جديدة ضربت مختلف المعايير الدولية لتشق طريقها في بساط السلطة الرابعة، منتهكة حرمتها ومعتدية على حرية الكلمة. تمثلت باعتداء قام به مدير أمن حولي العميد عبد اللطيف لوهيب على أحد مصوري جريدة الراي وهو الزميل موسى عياش، وقام بالزج به في مخفر بيان وسط استنكار أبناء قبيلة العوازم الذين كانوا قد احتشدوا أمام مخفر بيان مطالبين بالإفراج عن المتهمين بالاعتداء على العقيد بدر الغضوري. وفي التفاصيل أن الزميل موسى عياش وصل إلى مخفر بيان لتصوير تجمع مزمع لأبناء قبيلة العوازم الذين رحبوا بالصحافة وطلبوا منه تصوير الاعتصام في وقت اعترضه فيه مدير أمن حولي بملابسه المدنية ليقوم بصفعه والطلب من العسكريين بإدخاله المخفر، حتى وصل بعد ذلك عضو مجلس الأمة فلاح الصواغ الذي طلب من مدير الأمن إطلاق سراحه.